السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ إن شاء الله زينين. اليوم وصفتنا جدا طيبة وهو البرياني الهندي بالدجاج. تابعوا الفيديو ويانا للأخير وخلينا نشوف طريقة العمل. عندنا هنا نص كيلو صدور دجاج مقطعة بهالحجم هذا مكعبات مثل ما تشوفونه. غسلته ونشفته من الماي، بس هسه من ننزله بالطاوة هماتين راح ينزل عندي ماي، لازم أنشفه من عنده. هسه بدأ عندي الماي ينزل ويتغير لون الدجاج مثل ما تشوفونه. عندي هسه البهارات: خاشوقة أكل كركم، خاشوقة كوب دارسين، خاشوقة كوب بابريكا، بهارات مشكلة خاشوقة كوب، فلفل أسود مطحون خاشوقة أكل، بهارات برياني خاشوقة أكل. نخبط المكونات نخلطها كلها سوية. ناظفنا خاشوقة أكل من هاي المكونات البهارات اللي خلطناها سوا، ونبدي نقلب. أريد كل القطع صدور الدجاج تاخذ نكهة هذه البهارات. هذا هسه عندي كله بدون زيت. هسه أبدي أشيله من الطاوة. هسه نبدي نسوي البصل. عندي هنا 3 حبات بصل متوسطة الحجم قطعتهن شرايح بهاي الصورة دا تشوفونها. أنزلها بالطاوة وأبدي أقلب. هنا عندي البصل أريده يصير لونه ذهبي، فكل ما تلزم الطاوة أنزل شوية ماي. أنا هنا نزلت ما يقارب نص كوب ماي فد مرة واحدة. نبدي نقلب من ما تخلص الماي الموجود عندي بالبصل. هسه هنا نشف الماي من البصل، نزلت الزيت وأبدي أحمس بيه. كمل عندي حمس البصل هنا. هسه أبدي أنزل صدور الدجاج الموجودات عندي وأبدي أحمسهن سوية ويا البصل. ورشة ملح ونبدي نحمس. مثل ما جاي تشوفونه هسه حمس عندي صدور دجاج. كمل عندي البصل والصدور كملت حمسن. هسه نجي هنا عندي جدرية اللي راح أطبخ بيها الحشو والتمن سوية. أنزل زيت. عندي هنا 3 حبات جزر صغار قطعتهن شرائح حلق مثل ما تشوفونه، وأبدي أنزلهم على الزيت وأحمس بيهم. هسه عندنا شعرية، لفتين من هاي الشعرية اللي تصير على شكل لفات دائرية، راح أخلي 2. هاي الثانية ونومية بصرة وياهن
وأبدي أحمس. أريد هنا الشعرية تصير عندي حمراء على شقار زين، وأضيف لهن خاشوقتين أكل بهارات من هاي الخلطتين، وأبدي أحمسهن سوية. هسه هنا عندي كمل الحمس مالت الشعرية والجزر، كملنا حمسهم. هسه نضيف ما يقارب قلاص ماي، واوطي النار عليه، لان هنا عندي انا التمن راح ينبزل، فلازم اطبخ الشعرية بوحدها. انص النار واخليها الشعرية تستوي. هنا كمل عندي نشف الماي، استوت الشعرية. هسه اضيف الدجاج والبصل، وابدي احمس بيهم. هنا خليت ملح، مقدار الملح خليته يعني ما يقارب خاشوقة أكل، لأن بعد التمن ما أحط له ملح. الملح الموجود بالحشوة هسه عندي هذا يكفي. هسه نجي عندنا لترين من الماي ويا 4 كوابة رز. التمن أو الرز منقوع ما يقارب نص ساعة. التمن خليته ينقع. هسه عندي خاشوقة أكل بهارات من هاي المخلوطة اللي عندي، ويا نجمة قطعتين من نجمة البحر أنزلهن على الماي، وشرحة ليمون. أغطي القدرية وأخليه يفور، وبعدين أنزل التمن. هنا عندي أنا الفيديو ما تنزيل التمن صار بيه خلل. هنا نزلت التمن بين دقيقة ودقيقة، أجي أشوفه استوت عندي الحبة التمن لولا. هسه هنا كمل استوى عندي التمن. أبدي أبزله أو أصفيه من الماي مالته. صفيته من الماي، أنزله على الحشوة الموجودة عندي، أقلبها تقليبة خفيفة، وأنزل عليها 4 خواشيق من ماي الزعفران. هنا عندي زعفران منقوع نقعته قارب نص ساعة، وخاشوقة أكل بهارات من البقى عندي، ونغطي ونخليه على نار هادئة نص ساعة. هسه كمل عندي البرياني، أبدي أقلب بيه وأخلط جميع المكونات الموجودة الحشوة التمن. نخلطهم كل زين. هسه نخليه بطبق التقديم. هاي الوصفة هنا صار عندي التمن البرياني سبايسي شوية، فأنتم تقدرون تقللون من الفلفل الأسود. مو كان خاشوقة أكل خلوا نص خاشوقة. ما تعرفون الطعم والريحة مالته تخبل. أتمنى تجربون هذا الفيديو، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بقناتي ولايك وتفعيل الجرس. مع السلامة.